كله كوم، يعني كل اللي حصل كوم، واللي اديته المطوه دي كوم تاني. فين هي بقى؟ وريها لنا في الفيديو كده. يعني هي لقت خناقه، فلقت انه ايه، مش هيتحبس، يعني مش هيحصل له مشكله، فاديله بقى حاجه عشان ايه؟ اخلص منه خالص، مش اخلص من الضحيه. الضحيه في الجنه. بصوا ايه بقى ده؟ مرات اخوه. هو انت بتكرهيه قوي كده؟ يعني انت بتكرهي بتكرهي اخو جوزك قوي كده عشان تديله حاجه يموت بيها واحد؟ ايه؟ ما عندكيش عيال؟ ما عندكيش ام؟ ما عندكيش اب؟ ما عندكيش اي حاجه؟ هي فين؟ اهي اهي. بص هاتها لي. لا لوحدها بقى، هاتها لي لوحدها، هاتها لي وكبرها لي كده. ليه عملتي كده ليه؟ ايه عملتي كده ليه؟ ومحجبه هي صح؟ بصوا ليه يا بنتي كده؟ ليه يا حبيبتي؟ ايه ده؟ انتوا بتفكروش؟ يعني الستات اللي بتعمل كده دي انت ما فكرتيش؟ ما عندكيش عيل؟ ما عندكيش حد غالي عندك؟ ما عندكيش اي حد عزيز عليكي؟ ما حدش قالك ان ده حرام؟ ما حدش قالك اي حاجه؟ انت ايه؟ انا بس لولا ان انا يعني على التلفزيون مش عارفه يعني ايه. انت بتعملي كده ليه؟ عملتي كده ليه؟ انت حضرتك عملتي كده ليه؟ عشان ايه؟ عشان تخلصي من اخو جوزك؟ مش فاهمه. ما هو اصل انت عشان تحطي حاجه في جيبه زي دي يعني خلاص واحد هيموت واحد، غير بقى الله اعلم بالتاني واخد مخدرات مش واخد مخدرات. ايه يعني هل انتوا تتحملوا نظرة الراجل اللي بيقول يا رب في الاخر دي؟ هات لنا هو بيقول يا رب، انتوا تتحملوا ده؟ والله يعني معرفش. انت فاكره انك هتكسبي في حياتك بعد القهره اللي الراجل فيها دي؟ ورينا كده وصوته صعب جدا، صعب. يا رب يا رب انت المستعان. المهم يا رب لقيت ابني بيقع. صعب جدا، صعب. يا رب انت المستعان. بصوا معلش هات لنا يا احمد تاني. بصوا بيتشحتف ازاي الراجل، يعني مش عارف ياخد نفس وهو بيتكلم. بصوا رفة القلب دي انت تتحمليها ولا اي حد يتحملها؟ رب انت المستعان. ولد زي الورد. المهم يا رب هو غلطان اصلا، هو كمان غلطان، الله يرحمه يعني. ابني وقع قدامي، الله يرحمه، هو غلطان ودخل في خناقه. والله العظيم يا جماعه قولوا لاولادكم وللشباب كلهم اللي بيقف يتخانق ده هايف مش جامد. انت عشان تدخل نفسك في مشكله مع واحد واخد مخدرات ولا واحده بتحط له ايه في جيبه ولا بتاع، انت بتعرض نفسك للخطر مع ناس ما تسواش. ما هو اللي مش عارف فكره الروح او قيمه العمر او قيمه ان انا باذي واحد بموته عشان ايا كان اصلا مش قضيه شرف يعني. حتى لو يعني ده عاكس مراتي، ده يا عم في قانون. حتى هي مش كده، دي كلها هيافه في هيافه. ده ناس رايحين يخلصوا ناس بتتخانق مع ناس تانية، يلاقي ابنهم مات ويقول لك ايه، ما احنا برضو اصل في المناطق الشعبيه وكده جدعان لازم نفض بين الناس ونخلص. لا لان بقت في ناس بتاخد مخدرات، وناس تانية زي ما بقول لكم فاكره ان الجموديه حاجه غلط، وناس تالتة هايفه ما تدخلش نفسك في مشاكل. لقيت واحد متعور على الارض انقله مستشفى، ما تقولش ماليش دعوه. لقيت هتقولي يعني لو اتنين بيتخانقوا ما ندخلش،
لا ادخل ما تتشكلش، يعني ما تحطش نفسك طرف، يعني ما تدخلش بمنطق اللي هو مينوب المخلص الى تقطيع هدومه. خلص من غير ما انت تتشاكل، لقيت اللي قدامك مصمم يتشاكل معاك امشي. ما هتعمل ايه؟ تموت؟ لؤي مات، لؤي مات بدون سبب. شوفوا بقى الحسرة، لؤي مات بدون سبب، ولؤي في الجنة دلوقتي ان شاء الله بإذن الله. الراجل التاني فين بقى؟ فين؟ هياخد ايه؟ اعدام؟ مؤبد؟ هيتسجن سنين طويلة قوي؟ اخد ايه بقى؟ جامد هو كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل.